الرجاء يأمل أن يحقق نتيجة إيجابية عند ملاقاته النجم الساحلي التونسي لحساب ذهاب سدس عشر كأس الكونفدرالية الإفريقية، فبعد أن أقصي من العصبة الإفريقية إضافة إلى تعثره محليا يتوق الأخضر إلى إنقاذ موسم خالف توقعات عشاقه. حقيقة مقابلة صعبة، مقابلة ديال ديربي، ولكن كتبقى مقابله مفتوحه لانه غادي يلعبوا ضد فريق متمرس، فريق اللي كيلعب كره القدم مزيانه. فكنعتقد انه حتى حنا راه مزيانين. ربما اللي كان قصنا في هذه الاونه الاخيره والحاله النفسيه اللي كانت يعني مهتزه ديال اللاعبين، لانه بعد الاقصاء ديال كاس عصبه الابطال اللاعبين كان هناك احباط، شيء طبيعي انه يكون هناك احباط. استعدادات الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي تستمر في ظل حضور وجاهزية أغلب اللاعبين باستثناء عبد الإله الحفيظي. الآن احنا في صدد العمل لإعادة ثقة اللاعبين. ربما غيكون عندنا غياب واحد هو ديال الحفيظي اللي عنده جوج ديال الانذارات واللي ما يكونش بالامكان ديالو انه يشارك في هذه المقابله هذه، وخاصه المقابله الاولى. عندنا ثقه كامله في اللاعبين، غادي يدافعوا على الحظوظ ديالهم، غيدافعوا على الفريق ديالهم، لانه كاين انتماء، هو انتماء الفريق الرجاء. اللاعبون يرون في كأس الكونفدرالية فرصة لمصالحة جماهير الفريق، عزم كبير يلف التشكيل الأخضر من أجل تجاوز العقبة التونسية بداية بلقاء الذهاب وتفادي تكرار سيناريو الإخفاق على مستوى العصبة. اول حاجه كنقدموا اعتذار ديالنا للجماهير الرجاويه هذا الموسم الكارثي. كنظن كل مناسبه كنقولوا ديال الفرصه ديالنا باش نتصالحوا مع الجماهير، فما بقاش عندنا خيار، فعلى الاقل خصنا ندوزو دور مجموعه كاس الاتحاد الافريقي باش على الاقل كما قلتي نهيو الموسم ديالنا بشي حاجه زوينه. Nous travaillons dans de bonnes conditions avec le staff et tout, ça se passe bien. On a cœur quand même de faire un grand match, surtout au match aller, pour pouvoir être tranquille au match retour. Mais pour ce match de samedi, Inch'Allah, on a cœur vraiment de sauver notre saison et de nous faire pardonner par le public qui nous a tant soutenus dans tous ces moments. السبت المقبل سيكون موعدا حاسما للأخضر من أجل إثبات نفسه كفريق كبير قد تكون له سقطات لكنها لا تنال منه. مواجهة النجم الساحل التونسي هي معبر للمصالحة مع الذات والجماهير في موسم استثنائي.